بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا عارفين ان المصحف الشريف بيتكون من 604 صفحة، ففي الفيديو ده هنعرف سوا وبشكل سريع ومبسط وبمثال عملي ان شاء الله ازاي لو حضرتك عاوز تعرف اول صفحة في اي جزء من ال30 جزء اللي كون منهم المصحف الشريف وبدون الرجوع الى فهرس المصحف. الكلام ده بنعرفه عن طريق قاعدة بنتبعها بتوصلنا للمطلوب اللي احنا بنكون عاوزينه بإذن الله. ازاي؟ القاعدة دي بتقول ان الجزء اللي احنا عاوزين نعرف رقم اول صفحة فيه ناقص 1، الناتج بنضربه في 20 ثم بنضيف عليه 2. تاني، الصفحة بتاعة الجزء اللي احنا عاوزين نعرفها بنطرحها ناقص 1، الناتج بنضربه في 20 ثم الناتج اللي بيطلع لنا بنضيف عليه رقم 2. وعلى سبيل المثال لو احنا قلنا الجزء وليكن رقم 3، هنتبع القاعدة اللي احنا قلنا عليها. 3 ناقص 1 يبقى 2 في 20 ب40 زائد 2 يدينا 42. فهنشوف كده ادي الجزء رقم 3، ادي الجزء رقم 3 اهوت زي ما حضرتك شايف. ادي الجزء الثالث، هننزل تحت كده ونشوف مظبوط كده. ادي اول مثال، ادي 42. الجزء رقم 3 بيبتدي من صفحة رقم 42. ناخد مثال تاني كده مع بعض، وليكن الجزء رقم هنقول ايه، رقم 10. يبقى 10 هنطبق القانون او القاعدة، 10 ناقص 1 يبقى 9. 9 في 20 ب180 زائد 2 يبقى 182. نشوف كده الكلام ده مظبوط ولا ايه. ادي الجزء العاشر اهوت، هننزل تحت ادي 182 مظبوط. يبقى كده ادي المثال الثاني تبع القاعدة كده، القاعدة مظبوطة. الجزء رقم 10 اول صفحة فيه رقم 182. لو احنا قلنا هناخد مثال تاني، وليكن عاوزين نعرف سوا اول صف في الجزء رقم 15 بتساوي كام، يبقى هنطبق القاعدة تاني. هنقول 15 ناقص 1 بتساوي 14. 14 في 20 ب280 زائد 2 يبقى 282. نشوف برضو مع بعض كده. ادي الجزء ال15، هننزل تحت ادي سورة الاسراء مظبوط كده الحمد لله. ادي 282. ناخد مثال اخير، وليكن الجزء ناخد حاجة كده من الاخر عشان نشوف برضو الكلام ده بيطبق على مصحف ككل ولا على حاجات معينة. هناخد الجزء ال27، هنطبق تاني القانون. يبقى 27 ناقص 1 26. 26 في 20 ب520 زائد 2 يبقى 522. هنتأكد كده برضو سوا. ادي الجزء ال27، هننزل تحت كده مظبوط كده. ادي 522. يبقى الجزء ال27 اول صفحة فيه رقم 522. وبكده نكون عرفنا من خلال القانون اللي هو رقم الصفحة اللي انت عاوزها، هنطرح منها 1 يعني ناقص 1، الناتج هنضربه في 20 ونضيف عليه 2 هيدينا رقم الصفحة بدون اللجوء الى الفهرس بتاع المصحف وخلافه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لنا وتشترك في القناة وتسجل اعجابك بالفيديو علشان اكبر عدد ممكن يعرف المعلومة ديت ان شاء الله. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.